درود السیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم صل بافضل ما تحب واکمل ما تريد على امام اہل التوحید ولسان اہل التفرید وتمجید سیدنا ومولانا وسندنا ومولانا محمد سید السادات والعبید وعلى آلہ الاکرام البررۃ وصحبہ ووارثیہ وحزبہ وکل منسوب إلى جنابه المجید من غیر نہایت ولا تحدید وسلم تسلیما کثیرا إلى یوم الدین۔ درود السیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم صل علی افضل عبادک من خلقک وصفوتک من انبیائک الذات المکملۃ والرحمۃ المرسلۃ المفضلۃ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارثیہ وحزبہ اجمعین ملء السماوات وملء الأرضین كلما ذکرک الذاکرون وكلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ درود سید محی الدین بن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم اسألک اللہم ان تصلی وتسلم على سید المرسلین وامام المتقین الذی خلقته من جلالک وزینته بجمالک وتوجته بکمالک وأهلته لرواية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك وقرت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله۔ اللهم صل على سيدنا نائب حضرة ذاتك المتحقق بأسمائك وصفاتك الجامع بين الوجود والعدم والبرزخ الفاصل بين الحدوث والقدم أين الأحدية الذي فتح به كل مقفول وانجبر به كل مكسور وانعتق به كل مقهور۔ درود از حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ افضل صلوات اللہ واحسن صلوات اللہ واجل صلوات اللہ واجمل صلوات اللہ واکمل صلوات اللہ واسبغ صلوات اللہ واتم صلوات اللہ وازہر صلوات اللہ وأعظم صلوات الله وأرقى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله واجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وآدم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرقع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله دليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخوبة الله من يرية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعدوة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح
رحمة الله المختار من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المهرب والمرغب المخلص فيما رهبا أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفزل مشفع الأمين فيما أستودع الصادق فيما بلغ الصادع يأمر ربه المستلع بما حمل أقرب رسول الله إلى الله وسيلته وأعزمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرزاهم لدى الله وأعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نسابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وغيرة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفيهم جرنومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم نعلا وأبسطهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم نورا وأرفعهم في الملاء الأعلى ذكرا وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعدهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شانا وأبسهم برهانا وأرجعهم ميزانا وأولاهم إيمانا وأوضعهم بيانا وأفسعهم لسانا وأطهرهم سلطانا. درود السيدي أبو الحسن شاذلي رحمة الله عليه. اللهم صل على سرك الجامع الذات عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليك وسلم عليه بما هو خصيص به من السلام لديك واجعل لنا من صلواته صلة وعائدا تتم بهما وجودنا وتهمم بهما شهودنا وتخصص بهما مزيدنا ومن سلامه إسلاما وسلامة لبرهان ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات وتدبيرات والاسترارات لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. درود از حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. اللهم اجعل افضل الصلوات واسمى البركات وازكى التحيات
في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض السماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى التحيات في جميع الخطرات واللحظات. درود از سید حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین مرتبہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ افضل و ازکى وانمى واعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به ونمحت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وكنت كما نعتك الله في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا رسول الله. السلام عليكما يا صاحب رسول الله يا أبا بكر ويا عمر ورحمة الله وبركاته. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى به وزيري نبي في حياته وعلى حسن خلافته في أمته بعد وفاته. فجزاكم الله عن ذلك مرافقته في جنته وإيانا معكما برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك وأبا بكر وعمر وأشهد الملائكة النازلين على هذه الروزة الكريمة والعاكفين أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن كل ما جاء به من أمر ونهي وخير عما كان ويكون فهو حق لا كذب فيه ولا امتراء وإني مقر لك. يا إلهي بجنايتي ومعصيتي في الخطرة والفكرة والإرادة والغفلة وما استأثرت عني مما إذا شئت أخذت به وإذا شئت عفوت عنه مما هو متضمن للكفر والنفاق والبدعة أو الضلال أو المعصية أو سوء الأدب معك ومع رسولك ومع أنبيائك وأوليائك من الملائكة والجن والإنس وما خلقت من شيء في ملكك فقد ظلمت نفسي بجميع ذلك فاغفر لي وامنن علي بالذي مننت به على أوليائي فإنك البر الرحيم.